عاملين ايه؟ اخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب نزلوا بيان على صفحه نادي الزمالك. بيان. هقول لك رايي فيه في اخره. يعني هو ده البيان زي ما انت شايفه. معنى يعني او المضمون البيان اللي هو بيشكر إدارة الكورة، وبيشكر كابتن جون إدوار، وبيشكر كابتن عبد الناصر، وبيشكر يانيك فيريرا، اللي هم محتوين الأزمة وبعدين الفريق عن النوش اللي بيحصل والفلوس والقصة دي، وعارفين يتولوا أمور الدنيا وزمام الفريق الكورة. فبيشكروهم وشكروا طبعا، يعني كل واحد يعتبر بالاسم، واللاعبين الحاليين كلهم واحد واحد، مش بالاسم يعني، بس طبعا الناس اللي هي زي كابتن عبد الناصر ويانيك فيريرا دول بالاسم، لكن اللعيبه مش هقول لك اسم يعني، هو اكتب 30 اسم في البيان، فالموضوع بيبقى صعب. فهو طبعا قال لك اللعيبه الحاليين وكده. بص بقى، انا رايي في البيان، يعني انا من الناس اللي هي اصلا مش بتاعت انتقاد. يعني عمرك ما تلاقيني طالع بنتقد وانت غير لما ابقى خلاص فعلا جبت اخري. خلاص انا يعني اديت لكم عذر والتاني والتالت والرابع وال70 عذر، وباجي في ال71 خلاص بقى بجيب اخري فبطلع. فدي حاجه، هي ده رايي، ممكن يبقى غلط وممكن يبقى صح. طبعا هعرف رايكم في الكومنتات. على فكره انا بقرا الكومنتات كلها، يعني الكومنتات كلها بقراه واحد ورا التاني. لو 100 كومنت، لو 200 كومنت، لو 300 كومنت بقراهم. طبعا ما بعرفش ارد عليهم كلهم، يعني لان انا لو رديت على واحد او اتنين او تلاته ببقى حاسس ان انا مقصر مع البال، انا ما ردتش عليه، وما بحبش حد يحس اللي هو ما بيردش علينا ليه. فلما بتبقى كومنتات بتبقى، بس انا بقراها يعني، فاهم؟ سيبك بقى من برد عليه ما بردش عليه، بس انا بقرا الكومنتات كلها. انا كنت شايف البيان مش وقته. انت كان سهل جدا تنزل التمرين، يا جدعان احنا متشكرين ليكوا واحد واحد، وبجد احنا مش عارفين نقول لكم ايه، وانتوا استحملتوا، وان شاء الله ان شاء الله زي ما انت كاتب في البيان، واخر الشهر في الانفراجه والدنيا والحياه والدين والكلام الجميل. وانا عارف انكم مستحملين، بس انتوا رجاله وقدها وقدود. وابقى حتى يعني لما بشوف الكلام بعينك وبلسانك احسن من ما بقراه في بيان. يعني انا لو لعيب كوره بقرا حاجه زي كده في عن، عارف اللي هو ممكن مش عايز ادي كومنت عشان ما حدش يزعل مني. يعني انا لو لعيب فعلا هقول كومنت مش حلو، بس فانا مش هقوله بس عشان ما حدش يزعل مني هنا دلوقتي. بس هبقى مخنوق على الدغري. امتى اشوف البيان ده انا بقى كلاعب وابقى مبسوط؟ لما ابقى انا خلاص فلوسي اتحطت في البنك، ولا مستحقاتي خدتها، وشاف زي بيان زي ده اللي هم بيشكرونا وعارفين اللي احنا قدرنا واستحملنا واستنينا، والبيان نزل لما انا واخد فلوسي. كده كله هيبقى مبسوط بالبيان، احنا كجمهور، هم كلعيبه، جهاز فني، اداره كوره، انتوا نفسكم هتبقوا مبسوطين اللي انت بتنزل بيان وانا مخلص، وانا مرضي الناس خدت فلوسها، واللي احنا وعدناه وفينا بيه، وكل الكلام الحلو اللي انت عملته ده. لكن النقطه الثانيه اللي ممكن تدينك، انك لو معرفتش تحل الانفراجه دي اخر اول الشهر، انت عامل بيان طويل عريض ومسوح نفسك في السوشيال ميديا ومع الجمهور بقى ومع كله، اللي الناس دي المفروض اول الشهر هتبقى واخده فلوسها، اللي هو كمان 8 9 ايام، اللي هو بعد ماتش الاهلي، عشان نبقى واضحين. انت كده خلاص، انا اللعيبه انا قاعد مستني بقى في منزل بيان، فتيجي تقول لي ده حصل دروبايه. انا هبقى عامل ازاي كلاعب كوره؟ الجمهور اللي قاعد بقى مستني، تخيل بقى بتشوف الماتش اللي بعديه لقيت اداء نيله، شكل خلاص اللعيبه مسدود نفسها، ده انا كسبان يا جدعان. مثلا لو ربنا كرمك وكمان كنت كسبان الاهلي، فاللي هو ده انا كسبان وما اعرفش ايه ونازل محبط، انا بقى فين فلوسي؟ ما هو انا فعلا عندي التزامات وعندي مدارس وعندي اقساط عربيه، اقساط بيت عندي. فاللي انا اقعد كل دوت وعملت لك كل ده وانت بتقول لي ما ده يعني، وانت منزل بيان، انت داين نفسك، حرفيا داين نفسك. ف كنت ضد البيان ده جدا، اللي ده ما كانش ده وقته خالص، وما كانش المفروض اصلا ينزل بيان. انا لو مكان حضرتك هنزل اروح التمرين، اتفرج على التمرين، بعد ما التمرين يخلص اروح رايح مسلم عليهم واحد واحد، لان كلهم مداينينك. كل اللي موجود ما ينفعش اقول لكم لا انا اسلم عليكم واحد واحد، وكل واحد اقول له في وشه حقك عليا، فلوسك هتبقى موجوده الفتره الفلانيه. انت كلاعب بقى لما رئيس النادي نازل يسلم عليك ويقول لك حقك عليا انا اسف، فلوسك هتبقى عندك يوم كذا، انت تبقى عامل ازاي الفتره اللي جايه دي؟ انت كانك خدت فلوسك، لا محتاج بيان ولا محتاج الدنيا كلها تعرف، ولا ليك وليه، يعني للعيب وللاداره. يا عم افرض في حد ليه عندي فلوس، انت كده عرفت ان انا هاخد فلوسي اول الشهر ليه؟
عليا قسط ومبالغ فيه ليه؟ فالموضوع مش حلو. يعني انا شايف البيان ده ما كانش لا وقته ولا ميعاده. البيان ده كان ينزل وانا وبديهم فلوسهم، خدوها كلها الصبح راحوا صرفوا من البنك. انا اللي بالليل ده نزل. انا بشكركم لان انتوا كنتوا رجاله، وبشكر جهاز الكره اللي احتوى الموقف، وبشكر اللعيبه واحد واحد ان انتوا وقفتوا وسندتوا. والحمد لله اداره نادي الزمالك قدرت تسدد الديون، او قدرت تسدد جزء كبير من مستحقات اللعيبه، او مستحقات اللعيبه يا رب. يعني مستحقات اللعيبه. انت اصلا وانت بتكتب البيان انت قاعد حاطط رجل على رجل. انت قاعد باشا باشا وتتفرج على الكومنتات الجميله اللي هتتحط لك. لكن انا بصراحه ضد البيان وضد وقته. يعني مع ده رايي. هستنى اشوف رايكم في الكومنتات. وطبعا لو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لي فولو، واحلى مسا عليكم.